مهما كانت العلاقة، مهما كان الرأي، الموقف بتاع مرتضى منصور ده، الحبس يعني، اخبار الحبس والفيديو اللي موجود في المحكمة وانه هيترحل او اترحل على السجن، اخبار طبعا حزينة ليه ولأهله وكده والبعض جماهير الزمالك. ولكن هي تحزنني انا اكتر ان دي خلاص اقترنت بتاريخ نادي الزمالك وبسمعة نادي الزمالك اللي اتأسس سنة 1911 وعمره ما شهد فضيحة زي دي. وخلاص يعني بقى رئيس النادي، رئيس نادي الزمالك سنة 2023 اتسجن بتهمة السب. وسب ايه؟ المنافس.